اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، هنعمل احلى بتنجان مقلي بتكات كده جديده، يمكن اول مره تشوفيها. كتير بيبقى نفسنا في البتنجان المقلي، بس بنقول بلاش، ده بيشرب زيت وبيبقى تقيل وبيخلص لنا ازازه الزيت. النهارده هنعمله بخلطه حلوه قوي، هتخليه كده مقرمش من بره، وكمان هيبقى طري زي الزبده من جوه، والخلطه دي هتديله طعم حلو قوي وهتوديه في حته تانية خالص. شايفين بقى شكله بيتكلم عن نفسه. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا لما باجي اشتري البتنجان لازم تشيليها كده على ايديكي وتحسي انها خفيفة، ما تبقاش تقيلة، ويبقى لونها اسود كده غامق، ما يبقاش لونها بنفسجي، وكمان تبقى بتلمع كده، القشرة بتاعتها تبقى بتلمع، والجزء اللي تحت ده يبقى بيضاوي ما يبقاش مدور. كده هتبقى البتنجانية بتاعتك كده زي القشطة من جوه وبيضة وما فيهاش بذر وما تبقاش مر. عايزة تقشريها تماما او تسيبي قشرتها او تقشريها زي ما انا عملتها كده، دي حرية شخصية ليكي انتي. وابتدأت اقطعها كده سلايز، بس ما تبقاش ولا رفيعة ولا تخينة. لو عملتيها رفيعة هتجلد معاكي وتبقى عاملة زي الجلد كده، مش تبقى حلوة. وما تخنيهاش قوي قوي برضه. جبت كده ميه بعد ما قطعت البتنجان بتاعي، ميه عاديه من الفلتر، وحطيت فيها معلقه كبيره من الملح. وابتدأت كده ان انا احط البتنجان بتاعي بعد ما قطعته مباشره، عشان ما يغمقش ويبقى لونه غامق كده ومسمر. حطيت بقى كل القطع بتاعتي في الميه، عبال ما اعمل التتبيله الحلوه اللي احنا هنعملها للبتنجان. والخطوه دي مهمه جدا عشان البتنجان بتاعي ما يغمقش ويبقى ابيض كده زي القشطه من جوه. جبت كده بولة وحطيت فيها معلقة من الثوم المفروم، وكمان هضيف لها كده معلقة من الهريسة اللي انا بحطها على كل حاجة وما بستغناش عنها ابدا، اللي احنا عاملينها مع بعض ومخزنها في الفريزر. حط كده معلقة الثوم على معلقة الهريسة، سواء بقى هريسة حارة او تبقى باردة، دي ترجع لك انتي. حط عليهم كده شوية من الملح والكمون، وكمان هحط معلقتين من الخل، وكمان عصرة ليمونة. هي دي التتبيلة بتاعتنا، مش اكتر ولا اقل. تتبيلة بسيطة جدا، بس هتدي للبتنجان طعم حلو قوي، وهتوديه في حتة تانية خالص. وهقلبهم كده مع بعض، وهبتدي بقى اجيب البتنجان بتاعي، انا حطاه في المية زي ما قلتلكوا. بصوا بقى، مغمقش ولا اي حاجة، ولا لونه بقى اسمر كده، لا ده ابيض زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده. هطلعه بقى كده من المية، وهسيبه كده في صينية. ودلوقتي بقى هبتدي اتبله، بس انا عايزه اوريكم المية اللي كان فيها البتنجان شكلها عامل ازاي. اهو، دي بقى هرميها، انا مش محتاجاها. وهجيب بقى التتبيله وهبتدي اتبل البتنجان بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط كده كل قطعه من التتبيله واتبل بيها كده واحده او اتنين، ما تقلش قوي عشان ما يحدقش معايا. حلو قوي كده، اتبل كل البتنجان وهسيبه بس 10 دقايق عشان ياخد كده من طعم الخلطه ويبقى طعمه حلو. ودلوقتي بقى حبة التتبيلة كده اللي بقيوا، انا هحط لهم كده 3 4 معالق من المية او ربع كوباية من المية، وهقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. وجبت كده 3 معالق او 4 معالق من الدقيق، وحطيت لهم معلقتين من النشا، وكمان حطيت لهم حتة كركم كده او ربع معلقة من الكركم، حاجة كده صغيرة. لو عايزة البتنجان بتاعك كده يبقى اصفر كده ولونه حلو، حطي حاجة بسيطة من الكركم. ولو مش عايزاه لونه اصفر يبقى تستغني عن الكركم خالص، مفيش اي مشكلة. وهجيب كده بقى البتنجان بتاعي بعد ما تبلته، وهبتدي كده ان انا ابدره بالدقيق والنشا. وبعد كده هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي. رحت بقى كده على البوتاجاز، حطيت شويه زيت صغيرين، ما تكتريش، حبه صغيرين زي اللي انت شايفاهم. وهجيب بقى قطعه البتنجان بتاعتي اللي انا بدرتها بالدقيق والنشا، وهبتدي احطها في الميه اللي بالتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. شويه التتبيله اللي اتبقوا حطيت عليهم كده ربع كوبايه من الميه، وببتدي كده اسقط البتنجانيه في الميه قبل ما بحطها في الزيت. الطبقه دي يا جماعه بتخلي البتنجانيه بتاعتي ما تشربش زيت. بسيبه كده دقيقتين وببتدي اقلبه على الناحيه التانية، بس اهم حاجه ما تبقاش النار هاديه قوي، وكمان ما تبقاش عاليه قوي عشان ما يتحرقش معاكي. اهو، شايفين بقى اللون بتاعه حلو قوي، ولسه هياخد كده طبقه من بره كده، هتبقى كريسبي وهتبقى فيها قرمشه وهيبقى حلو قوي زي ما سمعتوا اول الفيديو. انا قلبت كده كل البتنجان، ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اطلعه. شايفين بقى اللون بتاعه تحفه، اهو شايفين حلو قوي قوي كده. هطلعه كده بقى واصفيه كده كويس من الزيت، مش هتلاقي المناديل بتاعتك شاربه زيت خالص. بصوا بقى، انا طلعت كل الكميه والزيت زي ما هو، ما خسش ولا قل ولا اي حاجه خالص. سامعين بقى صوت القرمشه؟
مقرمش كده وكريسبي من بره وطري من جوه. وكمان عايزه افتح لكم واحده ابيض كده وزي الزبده ولونه كده لون التلج. انا عايزه بقى اسمعكم صوت القرمشه، اسمعوا كده بقى. ايه رايكم بقى في البتنجان اللي احنا عملناه النهارده؟ كريسبي كده من بره وطري من جوه وتحفه. انا واثقه ان انت بعد ما تشوفي الفيديو ده هتطلعي البتنجان اللي عندك في التلاجة وهتعمليه بنفس الطريقه دي. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناه مطبخ مرمور. يلا باي باي، سلام.